أحد إنجازات المحافظة بالتعاون مع الهيئة القومية للإنتاج الحربي. بسم الله الرحمن الرحيم. وعليكم السلام والصحابة والقوة والإنضباط الخير تريدون به عدو الله وعدوكم صدق الله العظيم. الهيئة القومية للإنتاج الحربي بالإضافة إلى مهامها في تلبية احتياجات القوات المسلحة من الدفاع والسلام والحفاظ على النظرية الإنتاجية والخطط البحثية وتستغل الفائض. لا مش كده بقى. في بنات يا عم. الخبور اللي قدام ده يا جماعه. اذنك ايدك بقى. الخبور يا استاذ ارجع ورا شويه. استاذ سيد ارجع ورا. باشا ايدك. ارجع ورا يا عم. يا باشا ارجع ورا يا دين النبي. صحيح معالي وعمير. ما بخافش يابا. ما زال حتى الان هذا البرنامج مفتوح، وعلى الموقع بتاع مجلس التدريب الصناعي وعلى موقع الانتاج الحربي يستطيع الشباب الراغبين في عمل انه يدخل ويفتح ويشوف الوظائف اللي موجوده اللي بتناسب معاملاته ويقدم فيها، يعمل ابلكيشن، واحنا هنتولى تدريبه بحيث ان شاء الله بنهايه تدريبه يبقى قادر على انه يؤدي الوظيفه دي تماما. وهذا البرنامج شغال وناجح جدا، وحاليا بيتم يعني مجموعه اخرى للبرامج في نفس المجال. معالي الوزير، ما هو دوركم بالتحديد في انشاء هذا المشروع؟ هل هي تحمل التكلفه ام عمليات الانتاج؟ لا التكلفه متحملها بالكامل محافظه الاسماعيليه بالتعاون مع وزاره التعاون الدولي. احنا دورنا هو التنفيذ. هذا المجال بالخبره الاليه الهولنديه، كيف استعنتوا بهذه الخبره؟ استعنا في استيراد المعدات اللي بندرس في الوقت الحالي ان شاء الله امكانيه تصنيعها محليا لما يتزايد الحجم. في البدايه لما نبقى اعداد المعدات قليله بيبقى تصنيعها محلي غير اقتصادي.
لكن ان شاء الله مع التطور في الفتره القادمه وعدد المجازر المطلوبه، جزء كبير جدا من وحدات المستوردة هيتم تصنيعها محليا، بحيث ان نسبه التصنيع المحلي تتزايد تدريجيا ان شاء الله. اذا الهدف انشاء مجزر آلي بنفس المواصفات في جميع المحافظات المصريه. مش بنفس المواصفات لكنه موجود في 11 مجزر آلي تموا حتى الان، يعني في مجموعه اخرى من المجازر ان شاء الله هيتم تنفيذها في الفتره القادمه. اشكرك شكرا جزيلا. رياض سياده المحافظ بتسهيلات غير مسبوقه وخلتنا نيجي هذا العمل بدري عن ميعاده لاول مره. سبحان الله. ونستعمل الحسن. رجال مصنع ثلاث ساعات الحربي. الشركه القائمه بتنفيذ عمليه اداريه. حاجه مش حلوه. كلنا ده واضح. هي دي كم واحد في السنه؟ واللغات واللحام. أنتم هتشوفوها إن شاء الله في المعرض المقام على هيئة السلطات. شركة اليوم للاستصناعات الجمهورية وتقدم الفتاوى والفرمانات والتجهيزات الأمنية التعليمية الرياضية. يا ريس يا ريس ما ينفعش كده. الناس بتاخد الجناح بتاعنا. طب يا عم الجناح يا استاذ يا ريس ان هو المبلط ان هو رئيس الاقتصاد الصحراويه سواء حسب خط كده في البستان. كان عندنا في البستان مركز داخله في سوريا واليابان واليابان تطوير
بس هو النقطه ما فيهاش اي